كتير من الناس عايزين يكونوا أكثر ثقة، علشان كده محتاجين إننا نؤمن أكتر بقدراتنا ونغير نظرتنا لنفسنا، والأهم من كده إننا نثق في نفسنا علشان نقدر نتحمل المخاطر والعقبات اللي هتقابلنا والتكيف مع المواقف الغير مألوفة. علشان كده أنا بقدم لك 5 نصايح هيفرقوا معاك جدا في بناء ثقتك بنفسك. أول نصيحة: عيش اللحظة. احنا بنقضي وقت طويل جدا محتارين ما بين الماضي والمستقبل، دايما بنفكر في أخطاء الماضي ونتمنى لو كان بإمكاننا فعل الأشياء بشكل مختلف. كمان بنركز على المشاكل المستقبلية وده بيخلينا نحس بالعجز والإحباط. علشان كده التركيز على اللحظة الحالية بيصفي الذهن وبنقدر نستعيد ثقتنا بنفسنا. تاني حاجة: كن بطل لنفسك. كتير من الناس عندهم انتقاد لنفسهم وبيكون انتقاد قاسي، وده له تأثير كبير على ثقتهم بنفسهم، بينما الأشخاص اللي بيتعاطفوا مع نفسهم دول بيكتسبوا المزيد من الثقة. فامنح نفسك الدعم وذكر نفسك باللي حققته، ده هيكون له تأثير إيجابي على ثقتك بنفسك. رقم 3: الرياضة. الرياضة عادة قوية لتطوير الثقة بالنفس. مش بس الرياضة لها تأثير على بناء جسمك، لكن لها نفس القدر على احترامك لذاتك. 4: التقدم أهم من الكمال. أوقات كتير بنلاقي نفسنا في منافسة مع الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، غالبا ما نشعر بالحاجة عشان نثبت نفسنا لأشخاص بالكاد نعرفه، ده بيقلل ثقتنا بنفسنا والشعور كمان بالإحباط. علشان كده لازم نوقف التنافس مع الآخرين ونركز على تحسين نفسنا بطريقة صحيحة. 5: تقبل أخطائك. كتير من الناس بيفقدوا ثقتهم بنفسهم بسبب إلزام نفسهم بمعايير مستحيلة، ودايما بيتوقعوا الكمال في كل فرصة، وعند ارتكاب أي خطأ بتتدهور ثقتهم بنفسهم. علشان تكون أكثر ثقة فامنح نفسك الإذن بارتكاب الأخطاء وتتخلى عن السعي وراء الكمال.